جربي تعملي الكنافة بالطريقة دي هتعجبك جدًا، جدًا، مش بس كده ده أنتِ طول شهر رمضان مش هتبطّلي تعمليها لإنها سهلة وبسيطة وسريعة وكمان مكوناتها اقتصادية جدًا. بصوا الجمال، شايفين بقى شكلها عامل إزاي، وعلى فكرة طعمها كده إيه حاجة جميلة تحسي إن هي ما بين البسبوسة والكنافة ليها طعم مميز كده ومختلف، زي ما أنتم شايفين بصوا عاملة إزاي. تحفة جدًا، عايزاكم بقى تعملوا لايكات كتير للفيديو ده لإنه يستاهل، ويالّا بينا على المقادير وطريقة التحضير. بسم الله، أول حاجة هنبتدي بيها هي الشربات عشان عايزاه يبقى بارد تمام، كوباية ونُص من السكر، كوباية ونُص من المَيّة، وهاقلّبهم كويس جدًا مع بعض على نار متوسطة لحد ما السكر يبدأ يدوب والمَيّة عندي تبدأ تغلي. أول ما تغلي معايا بالشكل ده على طول هانزل بعصير نُص ليمونة وأقلّبه تقليبة واحدة بس مش باحط فيه المعلقة تاني وباسيبه على النار 5 دقايق والنار تكون متوسطة، بعد كده باطفّي عليه وأدّي له فانيليا. نيجي بقى لكيكة الكنافة اللي إحنا هنعملها النهارده، نُص كوباية من السكر، بيضتين بدرجة حرارة المطبخ، شوية من الفانيليا، ينفع كمان فانيليا برتقان لو حبيتِ، ونضربهم مع بعض كده بالمضرب اليدوي سريعًا، سريعًا كده مش هتاخد معاكِ وقت خالص، جديدة كده وطعمها جميل، وكمان تحسّوا إن هي حاجة فخمة كده دسمة مليانة حاجات كتير، من رغم إن هي مكوناتها بسيطة جدًا زي ما هتشوفوا معايا. ربع كوباية من الحليب وأفضل أقلِّب كده، نُص كوباية من الزيت مش هنستخدم فيها سمنة خالص، وأبدأ بقى أقلِّب برضه وأضرب المكونات دي كلّها مع بعض كويس جدًا. مهم أوي إن أنتِ تخلطي المكونات مع بعض كويس أوي. بعد كده باضيف نُص كوباية من الدقيق، شايفين قد إيه المكونات بسيطة، مكوناتها سهلة خالص، وبرضه أقلِّب كإني باعمل كيكة بالضبط، أقلِّب لحد ما كلّه يختفي كده، بعد كده نُص كوباية من السميد، دقيق السميد بتاع البسبوسة بس مش عليه أي إضافات، وبرضه أقلِّب بالشكل ده. آخر حاجة باضيفها بقى معايا هي الكنافة، معايا كوبايتين من الكنافة اللي هي طبعًا كنا مفرّزينها في الفريزر ومكسّرينها صغيّر، صغيّر زي ما أنتم شايفين بالشكل ده. خلاص بقى كده قلّبناهم وخلطناهم كويس جدًا، باجيب معلقة صغيرة تكون مليانة كده من الbaking powder وكل اللي جاي ده إضافات، ربع كوباية من جوز الهند وأقلّب كويس جدًا، طبعًا أي حاجة من اللي هاقولها دلوقتي مش حاباها ما تضيفيهاش، من أول جوز الهند، طبعًا الbaking powder أساسي، تمام، هاقلّب كويس جدًا بالشكل ده، هاحط ربع كوباية كمان من الزبيب، زي ما قُلت لكم أي حاجة من الحاجات دي مش حاباها شيليها على طول. ربع كوباية من المكسرات أو السوداني المجروش ونبدأ نقلّب، أي حاجة متوفرة عندِك حطيها هتدّي طعم جميل، بس طبعًا كل الإضافات دي بتدّيني طعم حلو جدًا للحلوى بتاعتي أو كيكة الكنافة بتاعتنا النهارده، تمام، خلاص خلّصتها بالشكل ده زي ما أنتم شايفين، شايفين القوام بتاعها تقيل إزاي، شبه الكيكة بس تقيلة شوية. بعد كده جِبت صينية مقاس 24 أو 26 دهنتها بالزيت وهانزل بالخليط ده، على حسب بقى الحجم اللي أنتِ عاوزاه، أنا كانت عالية معايا كده وحلوة، أنتِ حاباها الحجم بتاعها ما يبقاش عالي، كبّري الصينية ممكن توصل معاكِ لصينية كمان مقاس 28 وهتبقى حلوة جدًا. تمام، جِبت بقى معلقة وبدأت أسويها بالشكل ده زي ما أنتم شايفين كده، وتحاولي بس تنزّلي الزبيب تحت كده تداري عليه بالعجين، عشان لمّا يخش الفرن ما يتحرقش منِّك، تمام كده؟ خلّصتها بقى بالشكل ده بادخّلها على فرن على درجة حرارة 180 زيها زي الكيكة، وطبعًا الفرن شغّلته من قبل كده، لحد ما تستوي كده من تحت باشغّل عليها الشواية تاخد لون من فوق، وأول ما تخرج وهي سخنة أنزل عليها بالشربات اللي عملناه الخفيف البارد، شايفين بتشرب الشربات إزاي؟ ده دليل على إن هي ناجحة معاكِ وهشة ومش مكتومة، شايفين هي كمية الشربات كلّها بتاعتها، كل ما بادّيها حبّة بتشربها زي ما أنتم شايفين، لازم يكون الشربات بارد وهي سخنة، هاسيبها بقى تبرد خالص، خالص وبعد كده نقطّعها ونزينها. بعد ما بردت معايا كده بدأت أقطّعها، قطّعيها بقى بالطريقة اللي تعجبِك، زي ما قُلت لِك المقدار ده ينفع معاكِ لحد صينية 28 هتبقى حلوة جدًا. الفستق الكدّاب بقى اللي بيزيّن لنا كل الحلويات بتاعتنا اللي عملناه مع بعض، لو حابين ترجعوا للطريقة بتاعته هاسيبها لكم في أول تعليق مثبّت. بس كده ده الشكل النهائي بقى لكيكة الكنافة بتاعتنا أو صينية الكنافة الجبارة دي بجد، حلوة جدًا وطعمها في منتهى الجمال، هاطلّع لكم منها قطعة بُصّوا بقى شكلها عامل إزاي،
بجد حلوة جدًا، جدًا، كمان تستني عليها شوية هتلاقيها متماسكة أكتر من كده، طبعًا أنا مستعجلة كالعادة، بس بجد طعمها يستاهل التجربة تستاهل إن أنتم تجربوها، إن شاء الله تجربوها وتعجبكم، لو عجبتكم بقى ما تنسوش تعملوا لي like وshare وبس كده.